حاج دبور. في ايه يا ابني اللي جابك فجعتنا الله يخرب حاج بيتك؟ دبور انا جاي اشتكي لك من بنتك النهارده. مالها بنت الله يخرب بيتك انت وهي مالها؟ دلوقتي انا اقسم لسه مجوزها. دلوقتي يا حاج انا عامل فرح ومكلف. وماله؟ ما هو ليك كله ليك هو ليه؟ اسمع بقى الكلام وصرف على الفرح ده 500,000 جنيه. وماله؟ شقة ومؤخر وشوية حبشتكنات. كله ليك تمام. ولعيالك. احنا لسه ما كملناش يا حاج. عيب ليهم ما تقلقش. هيبقى خرف ان شاء الله. انا بقول لك اهو انت بدك يا اما تعمل الاكل حلو يا اما تعمله وحش. يعني ايه يعني؟ يعني افرض عملته مره وحش المشكله يعني اقلبه واعمل غيره. لا مش مرة. ده كل اسبوعين تعمل اكلة نظيفة. كل اسبوعين في شهرين يعني عملت ليها مثلا 4 مرات نظيفة. في والله شهر ده حلو ده عمرها ما عملتها عندنا. في شهر واحد ما عملتهاش ولا مرة بقالها 20 سنة عندنا ما عملتهاش. في شهر 31 يوم. حلو. يبقى يا كل الشهور 31 يوم عندنا. ماشي ما بقى في ماشي. شهر 28 والكلام ده. ماشي. دلوقتي ايوه احنا عايزين نخلص من بعض ونشوف واحد يخلصنا من بعض. انت عايز تخلص عشان ما بتعملش اكل حلو. علشان انا راجل بنحب نصرف على الاكل. والله يا راجل يا معفن والله انت ما تستاهل بنتي ولا تستاهل ضفرها يا راجل غور اتكل على الله قوم. يا عم اسمع يا الكلام راجل بس. يقرب بيتك. اسمع بس الكلام. قول يا زفت احنا الطين. عايزين نخلص من بعض. نخلص علشان ممكن نقتل لك بنتك ولا نعمل لك فيها لا يا بلد. تقتل لي ولا نقتل لك أنا وانت بقول فتله لك معفن كده يا عم روح بقى اتكل على الله عايز تخلص نخلصه. نخلصوا نشوفوا مين. بس انت اللي طلب الخروج. يعني ايه يعني انا اللي طلب ما هو الخروج؟ برضه علشان تبقى قاعد على دماغك كده محدش ايه يلعب لك فيه. انت اللي عايز تخلص يعني انت اللي هتشيل الليل. انا اللي عايز نخلص. ومال وانا موافق. نشوف الحاج سطر يحكم ما بيننا. يا دي النيلة ام الحاج سطور مفيش غير خلقة الحاج سطور يخرب بيت الحاج سطور ده ضلالي يعني. انت مقبضه كام عليه؟ مالكش دعوة بقى انت. انا عايز الحاج سطر يحكم ما بيننا. ومال الرجل العلم تحت البلد قالوا ان الحج سطر حاجة بيت ربنا. حاجة بيت ايه؟ ربنا. ايوه ان شاء الله. لف حوالين الكعبة. ده كويس انه ما اتحركش هنا. لف ايه؟ حوالين الكعبة. فانا عايزين نخلصوا من بعض ونروحوا له. يلا بينا. يلا الله يعسل يلا. بعد عني ده كانت جوازتين. تعال تنيل اقعد. بس اهدى انت وهو خير. شوف يا حاج سطور الواد ده ماله؟ بص يا حاج سطور. دلوقتي انا حاجة. متجوز بنت الراجل ده اهو. بقالك شهرين ما كترتش. تمام. جيت تعمل اللقمة يا اما عليها ملح يا اما بسلة يا اما حدقة يا اما ما فيهاش ملح خالص. المهم الاكلة تبقى معفنة. ازاي يا ابني يا لقمة العيش ما بتجيش بالساهل دلوقتي؟ انا راجل خليك سامع بس كمل عشان بس شغال ايه؟ راجل شقيان وبيطلع عن امه في الارض وبنعزق ونعمل ونخلي عشان نجيب اللقمة اخر النهار وناكلها لقمة حلوة. تمام. تقوم تعمل في الاكل كده ليه يا عم وانا بنجيبه من الحرام؟ ايه ردك بقى يا حاج دبور على الكلام ده؟ ما انا مش متكلم انا عشان الناس حاطه عذاب شكل. مش لاقي حاجه نقولها يا حاج سطور. ده بيقول لك شويه مال يعني بغضب البيت عشان شويه مال. ولو قام حطهم هو يعني الدنيا هتتهاد. تبقى خد بضعان ملح حطه في ريحك وانت بتاكل بحط لنفسك. يا ابني بهات لنفسك كيس ملح يا ابني حطه جنب منك على الطبليه ومش ناقصه. دي حجج يعني. هي دي حجه يا ابني ولا في حاجه ثانيه؟ لا. لو كره البت يا ابني في حاجه ثانيه نخلصوه. مش كرهنها. بس هي مش كده يعني مش كل اكل. ربنا يقوينا على الشر يا رب. عرضنا ان هي يا عم الحاج سطور مثلا ما بتعرفش تضق بتعمله بس شويه. ولو ضقته ما بتعرفش تظبطه وظبطته ما لا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه اللي هيحصل؟ سامع يا ابني؟ طيب والله بص يا حاج دبور
هو انا القصه دي انت جايين لي انت الاثنين تتحاكموا بيننا وانا وشي بيسود بينكم والناس بتقول عليا ضلال عليك يا حاج شطور، صيتك مسمع في الدنيا بحال. الحمد لله الحمد لله، معروف ان انا من اهل التقوى والمغفره. الله عليك، وجيوبك مليانه من الناس ما شاء الله. الله يبارك. بتغلط فيها وانا قاعد؟ ده غلط ولا ماتح؟ لا جيوبك مليان. كان مليان الحمد لله عشان ابن عز طول عمري. بص بقى انت ولا بص ولا مسلم ان انت حجيت بيت ربنا. بيت ربنا تمام. حصل. انا عايزك بس يا حاج شطور ايوه تعمل بالحجه دي علشان انا مش حاسس خالص ان انت ربنا. اسمع عاد انت وهو قول نصيحه، يعني هو ما دام بقى يخش بقى فين في حته المحشي وحادق وحراق والقصص اللي انت عارفها ديت، يبقى نقوله على الجوازه دي يا رحمن رحيم. ونصيحه ليك، بدل ما ياخدها بسكينه يغزها بالليل ويجيبها لك جته مرميه عندي بنته ولا تاخد لها برشامه غل. اسمع اهدى انت وهو، ما حدش يتكلم وانا موجود، ما دام حلفتوني بالحج. ممكن البت تروح تاخد برشامه غله ولا حاجه وتموت عشان خاطر زهقانه من المعلم. لا هو اصلا بسم الله ما شاء الله اسمع، ولا حته ملح ولا مش ملح، ولا يقابلك في السكه بقى في الذره ويغزك بسكينه ويغز بسكينه. ما تدخلش الشر ما بيننا. الواد ده شكله اصبر يا ما تكلموا، اما الكبار يتكلموا تسمع. حاضر يا حاج دبور. الواد ده اهو انا حاسس كده ان هو متجوز بنتي وهو مغصوب عليه، عشان كده بتلكك في حاجات خايبه وشكله لايف على واحده من دول ولا من دول وعايز يتجوز. احنا نتفقوا دلوقتي ونجروا الفاتحه ان كل واحد يروح لحاله ونطلقوا البت دي. وماله يا حاج؟ خلاص بما يرضي الله. بما يرضي الله. ايه بما يرضي. وانا بحجتي بنعمل لك بحجتي. خلاص يا ابني. خلاص يا حاج. ان شاء الله انا نتجوز خلاص يا ابني اتفقنا. الفاتحه. صدق الله العظيم. لا يا حاج احنا لسه ما خلصنا. احنا لسه بنقوله بسم الله. احنا حاجين بيت ربنا يا ابني، الفاتحه دي قارينها ياما. انتوا اقروا لسه ما قراتوش. يلا اقرا الفاتحه انت وهو. يلا تقوموا بقى على ما اتفقنا عليه. هاتوا المأذون واخر الليل في بعد سهره كده بعد الناس ما تنام نطلق. وانت اللي هتحكم يا حاج ولا مين؟ ايوه انا اللي هنحكم لك بقى بحاجتها وعفشها وحاجتها كله يا ابني وروح. هو يا حاج في الدنيا بحالها ما فيش غيرك. هو انت كل مشكله طالع لي مخاطر فيه. ما هو يا ابني انا ما فيش غيري في البلد يا ابني بيعرف يحكم بينكم. كل البلد ديت عباره عن شواش ذره. انا اللي نصح اللي فيكم وانا اللي نعرف ربنا. يلا اتكلوا على الله يا ابني. حد الله بيننا وبين الحرام، حد الله بيننا وبين الحرام.